شهر قبل الدخول المدرسي نظن أنه الوقت مناسب باش نبداو نفرزو رواحنا ونبداو نغيرو عاداتنا ونبداو في سلسلة لا اللومولاتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا البنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في فيديو تاع نهار اليوم وفي أول حلقة من سلسلة لا اللومولاتي. كما سبق وخبرتكم الحلقة الأولى رايحة تكون نظرية. كنا في عطلة إن شاء الله تكونوا كامل خرجتوا بحرتوا عملتوا خلل في الميزانية وراكم كما يقولوا صفر رصيد. جا الوقت به نبداو نتحزموا في جميع المجالات والميادين. درنا باوز والآن لازم نعاودوا نديمارو من جديد. أول حاجة في سلسلة لا اللومولاتي لازم نتبعوا نظام البساطة والتقليل. نظام البساطة والتقليل ركزوا لي عليها مليح وحطي لي سطر أحمر تحت البساطة والتقليل. رايحين نخلو في حياتنا غير الأشياء ذات الجودة. اسمعيني مليح حبيبتي، قلت لك الأشياء ذات الجودة معناها لتعطيني فايدة نتاع الصح، سواء في العلاقات سواء في الأشياء في الملابس، كل حاجة في حياتنا رايحين باش نكونوا لا اللومولاتي، رايحين نحافظوا غير على الأشياء اللي رايحة تمدلنا فغيمة فايدة. إذا تساءلتي كيفاش وعلاش نقول لك أول حاجة حبيبتي وأول فائدة من اتباع نظام التقليل ولا نظام البساطة هو في سبيل راحتك، من أجلك أنت تستاهلي تعيشي في الراحة، تستاهلي تعيشي بعيدة على الضغوطات على القلق. إذا كي نبداو نتبعوا مع بعضنا السلسلة ونطبقوها رايحة تولي تحسي روحك بأنه أفكارك متستفة، تحسي عفوا بسعادة وفرح في داخلك. من الأشياء كذلك اللي رايحة تلقايها عند انتهاج نظام البساطة والتقليل أنه أشغالك رايحة تستخدم بسرعة وبروتينات خفاف رايحة نشاركها معاكم، لأنه الفوضى والكراكب في البيت رايحة تسبب لنا التشتت في عقولنا وتولي ماذا بيك ديما هاربة من هذاك المنزل. عكس كي تكون البساطة مالية المكان رايحة تحبي بيتك مهما كان بسيط ورايحة تشوفي باللي أجمل الأوقات هي اللي تكوني فيها متواجدة في بيتك. ما ننساوش تاني باللي عند انتهاجك لنظام البساطة رايحة تزيدي تحسني علاقتك بربي سبحانه، رايحة تتسائلي وتقولي لي علاش واش دخل علاقتي بربي بالبساطة ولا بتنظيم بيتي ولا تنظيم أموري في الحياة. نقولك عندها علاقة وعلاقة كبيرة حبيبتي، خليها بيناتنا. درك انتي رايحة تصلي، إذا كانت الدنيا حولك فوضى وكراكيب وحاجة في راسك مازال ما درتيهاش، راكي تخمي على الفطور، راكي تخمي على من بعد العشاء واش راح يكون، حاجة ما هي مبروغرامية ولا مدايرة على تاويلها كيما نقولوا، اسكو صح رايحة تصلي ولا مجرد حركات رايحة ديريها فوق هذيك الزربية وصايي؟ خلونا صادقين مع رواحنا، الصلاة الحقيقية هي الاتصال بالله، هي عند الركوع عند السجود عند قراءة القرآن اللي قاعدين نقراو فيه في الصلاة تاعنا نكونوا مركزين وخاشعين وعلى بالنا واش قاعدين نقولوا. بصح إلا مشات حياتنا بعشوائية فقط ومشات حياتنا في جو تاع الفوضى تاع الكراكيب تاع اسكو راح ندير هادي ولا هادي ما عمباليش دركا شكون يجيني وين رايحة، اسكو هذيك الطريق نديرها اليوم ولا غدوة، تنوضي كيما النحلة العمياء كيما يقولوا، تخدمي من كل حاجة شوية وفي الأخير النتيجة ما تكونيش راضية عليها، نتيجة ما راحش تكون متقونة، نتيجة ما راحش تكون كيما كي تكوني مدايرة جداول، تكوني منظمة روحك، نايضة مرقاد على بالك واش رايحة ديري، رايحة تخرجي ولا لا. وبالتالي أي حاجة رايحة تخدميها تأكدي باللي الإبداع تاعك فيها رايح يكون في أعلى المراتب تاعو، وتولي أي عمل تقومي به رايح يكون عمل متقن ورايحة أكيد ترضاي بالنتيجة تاعو. أنا راح نساعدك ورايحة نتحفز بيكم، نمدلك جداول، نمدلك نظام، نمدلك أشياء ليسانسيال في هذه السلسلة هذه بزاف فيها فايدة
ويبقى الدور عليك انت. الا ما حبيتيش تبدلي عقليتك ولا ما حبيتيش تبدلي روتينك، ما حبيتي تتبعي سلسلة لالا ومولاتي وراكي حابة حياتك تتبدل، نقولك نو حبيبتي، انتي ما عندكش عصا سحرية يا لالا. كون ما تسعيش وتبقاي في نفس السيستم رايحة تبقاي انتي. لازم تبدلي، لازم تجربي وتتعلمي وما ترفضيش اشياء جديدة ومختلفة تشوفيها ولازم تطبقيها، ومن بعد احكمي اسكو تبدلت حياتك للأحسن ولا لا. وكلك حب وتفاؤل وفرحة بالتغيير. لازمك تطلقي نظام الفقر وتقولي له باي باي، رايحة نتخلى على كل حاجة ماشي في الفايدة تاعي، ما راهيش تخدمني بالحق، وجودها في حياتي مجرد كركبة. والله هو الغني. دركي نبداو نديرو نظام التقليل، راح ندخلو للبيوت تاعنا غرفة غرفة ونبداو مع بعضنا نفرزوهم غرفة بغرفة ونقلوا قلنا نطلقوا نظام الفقر. ما تقوليش لا لا ما نرميش هذيك الحاجة بالك نحتاجها، لا لا ما نمدش هذيك الحاجة بالك يجي نهار ونحتاجها. ان شاء الله راح نحفزوا بعضنا، رايحين نخلو ونتخلاو على كل حاجة ماهيش في خدمتنا حقا. هذا هو الطلاق اللي هدرت لكم عليه وكتبته لكم الفوق في العنوان. خلي بيتك وخلي علاقاتك، خلي كل شيء يكون ذو جودة. طلقي كل حاجة ما تخدمكش في هذه الحياة هذه، وسمحي للوفرة، سمحي للحاجات الجديدة المليحة أنها تدخل لحياتك. قررت أنها تكون الحلقة هذه الأولى نظرية، ورايحة تكون حلقة فقط على بالي كامل تحبوا التطبيقي. الحلقات القادمة بإذن الله تعالى كامل راح تكون تطبيقية، رايحين ندخلوها غرفة غرفة نديرو فيها نظام التقليل، نفرزوها على حقها. من بعد رايحين تشوفوا معايا الجداول وتشوفوا معايا التنظيمات اللي رايحة تخليك لالا ومولاتي. إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسونيش بالجام، ما تنسوش عفوا تتبعوا معايا بقية الحلقات باش نبداو كيف كيف. سلام.